فرصة مش هتتكرر في العمر كله مرتين. لو معاك موبايل نوكيا 3310 القديم بتاع زمان هتبيعه مستعمل ب37 ألف جنيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في موجز أخبار شامل صباح اليوم. قبل أن نبدأ في التفاصيل رجاء دعم القناة بالاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس ولايك على الفيديو عشان نستمر في نشر المزيد من الأخبار، ونبدأ بتفاصيل الخبر ده. زي ما حضراتكم عارفين ان التليفونات الفنلندية الاسطورية اتعلق بيها ملايين من الناس حول العالم، اللي ما زالت عالقة في الذاكرة لحد دلوقتي بسبب جمال تصميماتها العصرية وقتها، وكمان قوة تحملها. وما بين اشهر هواتف العلامة الشهيرة على الاطلاق الايقونة نوكيا 3310، واللي يمكنه ان هو يجعلك تحقق الكثير من المال لو قررت تبيعه كهاتف مستعمل اونلاين عبر موقع اي باي الامريكي. موقع اي باي الامريكي يعرف ببيع الهواتف الذكية جديدة او قديمة، الا ان هناك اعلانات مخصصة للهواتف الشهيرة والايقونية اللي حققت نجاحات ساحقة، وعلى رأسها وحش الصانع الفنلندي العريق نوكيا 3310 اللي وصل سعره لحوالي 1200 دولار امريكي، اي ما يعادل 37 ألف جنيه، اي انك في حالة بيع 10 هواتف منه على اي باي هتجني اكتر من 370 ألف جنيه مصري، ولكن بشرط ان الهاتف لازم يكون بحالته الاصلية ويشتغل من غير مشاكل، كما هو مدون في معظم الاعلانات اللي ظهر فيها الهاتف الايقوني صاحب الشعبية الجارفة ولا زال يتم استخدامه حتى اللحظة. جدير بالذكر ان الاسطورة نوكيا 3310 بتتحمل بطاريته 55 ساعة من التحدث المتواصل، وبيفتح نظامه في 8 ثواني فقط. وكمان لعبة الثعبان الشهيرة دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عام 2010 بعدما وصل عدد مستخدميها إلى 1,000,000,000 شخص. ولك أن تتخيل إنقاذ نوكيا 3310 لحياة إنسان بعدما تلقى جندي أمريكي طلقة في الصدر بأفغانستان، ولحسن حظه كان يضع الهاتف في نفس المكان فلم تتمكن الرصاصة من اختراق جسده. ولكن أن تتخيل أن الهاتف كان قد تعرض لاختبار الدهس من قطار وتم رميه من أعلى شلالات وظل يعمل بصورة طبيعية. تخطت مبيعات نوكيا 3310 حوالي 126 مليون نسخة، واللي جرى تصميمه في مدينة كوبنهاجن الدنماركية. بكده يكون خلص الخبر ده النهاردة، ولكن ما خلصتش أخبارنا على مدار اليوم وكل يوم. استنوني في خبر جديد. ما تنسوش لايك على الفيديو لو عجبكم ولفت انتباهكم، وكمان اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وعلموا على أول اختيار عشان يوصلكم إشعار بكل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.